السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعي الكرام. عاجل ورسميا، بيتكوفيتش في ورطة بسبب قرار إقصاء 6 لاعبين من منتخب الجزائر. يستعد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش لقيادة المنتخب الجزائري في تحدي جديد في القارة الإفريقية خلال شهر سبتمبر المقبل، ويواجه التقني البوسني صعوبة لضبط قائمة المنتخب الجزائري المقرر أن تخوض أسماؤها المعسكر المقبل، حيث يعود السبب لفشل بعض اللاعبين في العثور على ناد وتأخر انطلاق البطولة الجزائرية. وكشفت مصادر قريبة من الجهاز الفني لكتيبة الخضر في تسريبات خاصة أبرز 6 أسماء مرشحة بقوة للخروج من حسابات المدرب الوطني، ويتصدر المدافع يوسف عطال تلك القائمة المصغرة بسبب وجوده من دون فريق إلى حد الآن، ما يعكس معاناته من نقص المنافسة. ومن جهته يفكر جيتون في مغادرة صفوف ناديه ميدز الهابط لدور الدرجة الثانية الفرنسية وخوض تجربة مع أحد الأندية في المستوى العالي تماشيا مع رغبات الناخب الوطني. واستنادا للمصدر المقرب من الجهاز الفني، سيكون 3 لاعبين آخرين ضحايا مرتقبين لمدرب كتيبة الخضر بسبب تأجيل انطلاق الدوري الجزائري، ويتعلق الأمر بكل من بنبوط وزغبة ومداني، ولأسباب صحية محضة نتجت عن إصابته الخطيرة في القلب وتأخر عودته إلى التدريبات الجماعية لنادي ليل. سيستغني فلاديمير بيتكوفيتش عن لاعب خط الوسط نبيل بن طالب.